واش ما نخمم عشتك مشيت الزين وانت يا راجل مسكين وزماني ما تهديش اشتاني كان الاول حب سوي يجمع ما بين قلبي اخر رجع صرالي عشتك مشيت الزين وانت يا راجل مسكين وزماني ما تهديش اشتاني كان الاول حب سوي يجمع ما بين قلبي اخر رجع صرالي عشتك مشيت الزين وانت يا راجل مسكين والزمان يغلبك بالحين ما سمعتيش اشتاني كان الاول حب زوين جمعنا بين قلبي في الاخير رجع نصراني عشتك مشيت الزين وانت يا راجل مسكين والزمان يغلبك بالحين ما سمعتيش اشتاني كان في الاول حب زوين يجمع ما بين قلبي في الاخير رجع نصراني عشتك مشيت الزين وانت يا راجل مسكين عشتك تمشي الزين وانت يا راجل مسكين وما سمعتيش اشتاني نبغيك ونموت عليك انا يا راديو بليز نبغي نسمع ليك انت ليا خير ونيس نبغيك ونموت عليك انا يا راديو بليز نبغي نسمع ليك انت ليا خير ونيس نبغيك ونموت عليك انا يا راديو بليز نبغي نسمع ليك انت ليا خير ونيس نبغيك ونموت عليك انا يا راديو بليز نبغي نسمع ليك انت ليا خير ونيس راديو بليز نو نو راديو بليز اي راديو بليز راديو بليز راديو بليز نو نو راديو بليز اي راديو بليز راديو بليز بلوس qu'une radio Radio Plus, give me more music, music. Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus. كل مكان، كل زمان، كل زمان. Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus. كل مكان، كل زمان، كل زمان. نبغيك ونموت عليك انا يا راديو بليز نبغي نسمع ليك انت ليا خير ونيس نبغيك ونموت عليك انا يا راديو بليز نبغي نسمع ليك انت ليا خير ونيس نبغيك ونموت عليك انا يا راديو بليز نبغي نسمع ليك انت ليا خير ونيس نبغيك ونموت عليك انا يا راديو بليز نبغي نسمع ليك انت ليا خير ونيس راديو بليز نو نو راديو بليز اي راديو بليز راديو بليز راديو بليز نو نو راديو بليز اي راديو بليز راديو بليز بلوس qu'une radio Radio Plus, give me more music, music. Radio Plus.
الكل كينتظر التتويج، كل فرقه باغا تطلع للبوديوم، وفي البوديوم تيبان المنتصر الحقيقي. اما البوديوم الرياضي كتطلع الحقيقه وكتكتشف الاسرار اللي كتغيب على المتفرجين. البوديوم الرياضي انتظرونا كل اثنين وجمعه ابتداء من 5 مساء على راديو بلوس. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي راديو بلوس فاس، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده ومباشره من برنامج بوديوم الرياضي. البوديوم الرياضي اليوم كيجي بعد توقف البطوله الوطنيه الاحترافيه لفتح المجال لمشاركه المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022. وللحديث عن مميزات واهم ما قدم فريق المغرب الرياضي الفاسي وكذلك الوداد الرياضي الفاسي خلال الربع الاول خلال هذه البطوله الوطنيه الاحترافيه، كيسعدني وكيشرفني ان يكون معايا الصحفي والاعلامي امجد ابو جد الله. بوديوم الرياضي، اعداد وتقديم عبد العزيز العلوي، والاخراج والبث الرقمي والاذاعي جمال دحمان. إذن نجدد الترحاب بكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان، مشاهدي راديو بلوس فاس وكذلك مستمعينا عبر الموجة 96.8 في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بوديوم الرياضي. وكما قلنا في التقديم اللي كنصادفوا من خلالها الإعلامي والصحفي أمجد أبو جد الله. أمجد، مساء الخير. مساء الخير عبد العزيز، ومساء الخير مستمعي راديو بلوس. أمجد، يعني ربما جميع المشاهدين والمستمعين كيعرفوا الصوت ديالك من خلال النقل ديالك المباريات ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي والوداد الرياضي الفاسي، وكذلك تقديم البرنامج ديال يوميات الأندية عبر الراديو اللي كتقدم فيه الحصيلة ديال كل الأندية ديال مدينة فاس، خصوصا الماس والواف. التواجد الآن في هذا المباشر معنا في بوديوم الرياضي. مرحبا، وهذه فرصة سعيدة التواجد معك عبد العزيز ومستمعي راديو بلوس. امجد، يلا بغينا كما كنديروا مع مختلف يعني الضيوف ديالنا، هو بغينا بطاقه تعريفيه على امجد ابو جد الله. امجد قليل اللي كيعرف، لان امجد كاين اكثر القيل والقال، الاصول، يعني الصوت ديالو ربما تختلف على النبرات ديال الصوت ديال مجموعه من المعلقين الصوتيين في المغرب. بطاقه تعريفيه على امجد. انا مواطن فلسطيني. نعم. درست في المغرب واشتغلت في المغرب مع الراديو 10 سنوات. بداية العمل في المغرب من 2010. نعم. صادفت بداية العمل معي مع تألق الفرق، سواء المغرب الفاسي في البطولات اللي أحرزها، وأيضا الوداد الرياضي الفاسي كان الصعود للقسم الأول. نعم. وقضى فترة في القسم الأول، ونعمل إن شاء الله من أجل تقريب جميع مستمعي سواء مشجعي الماس أو الواف، وأيضا الرياضات الأخرى، تقريب المستمع من هذه الرياضات، ونتمنى نكون عند حسن ظن المستمعين. نعم أمجد، يعني كما قلت فأنت بدأ العمل ديالك في مجال الرياضات تقريبا من 2006 الى الان، تقريبا حدود 18 سنه. 2010 يعني 12 سنه في العمل وفي الحقل الرياضي. كي جاك هذا يعني انك تمشي للصحافه وخصوصا الصحافه الرياضيه؟ هوايه منذ الصغر كانت بالنسبه لي الصحافه الرياضيه. كان طموحي اني اكون صحفي ومعلق رياضي، والحمد لله استطعت اني انال هذا الطموح. أي حاجة بتكون عن رغبة وعن محبة دائما بتكون ناجحة، والأساس في العمل الصحفي هو الاجتهاد والبحث، وأيضا تطوير الشخص، يطور نفسه بالمتابعة، بالقراءة، بالبحث في هذه الأمور. نعم. انت ربما الزملاء الصحفيين كيعتبروك من بين الذاكرة الحية لمجموعة من الأحداث اللي كتعرفها الساحة الوطنية، خصوصا ما يتعلق بفريق المغرب الرياضي الفاسي والوداد الفاسي. يعني الإحصائيات ما شاء الله عليك، يعني واحد الذاكرة قوية كتقدر أن تستوعب مجموعة ديال المعلومات اللي كيبقى دائما أمجد هو صلة الوصل ما بين التاريخ والحاضر، يعني ديال المعلومات الخاصة بالرياضة خصوصا كرة القدم، وعلى
يعني يعني بالتاكيد فريق المغرب الرياضي الفاسي وفريق الوداد الرياضي الفاسي. شكون من اللاعبين، يلا ندير واحد الاختبار بسيط معك امجد، اللاعبين اللي ربما كانوا اول فرق يعني اللي كانوا حاضرين في الماس او الواف، في اول تعليق لك. في اول مقابله انا علقت عليها كان مقابله الوداد الرياضي الفاسي واولمبيك اسفي. كان صراع اسفل الترتيب في شهر ديسمبر 2010، وكان انتصار الوداد الرياضي الفاسي بمركب فاس على اولمبيك اسفي. كان الاهداف سجلها كان هدف رائع كان سجله في ذلك الوقت الدنكير. بلال دنكير كان لاعب في الوداد الرياضي الفاسي. لا زلت اني اول هدف علقت عليه، واول هدف علقت عليه للمغرب الفاسي كان مع لقاء الماس وحسنيه اكادير 4 أهداف لهدف في مركب فاس. كان المدرب عبد الهادي سكيتيوي. كانت كرة عرضية كانت من الدحماني ورأسية كانت للصرصار. نعم، سامي الصرصار هو من سجل أول هدف علقت عليه الماس كان للصرصار. كما كتشوفوا كما كتسمعوا المستمعين المشاهدين ديالنا، فما شاء الله يعني الذاكره ديال امجد ابو جاد الله حاضره وقويه، بحيث ان يعني جوج ديال المهاجمين من قيمه بلال دنكير فريق الوداد الفاسي وسمير صرصار في المغرب الرياضي الفاسي، واللي ربما يعني مروا في الفريقين معا وكانوا تألقوا كقلبي هجوم في هذا الفريقين. نمروا يعني وساعه غادي نرجعوا انا وياك للذاكره اكيد، لان حنا تقريبا في شهر نوفمبر. أنا للاسف انه حتى الارشيف سواء الصحف ولا ارشيف الفيديو الاحداث اللي ارشيف الماس ولا ارشيف الواف مفقود للاسف. صحيح. يعني لم يكن هناك اهتمام في الفترات السابقه بارشيف الفريقين، لا المغرب الفاسي ولا الوداد الرياضي الفاسي، واغلب ايضا الانديه المغربيه هناك تضطر للبحث عن صحف فرنسيه، ايضا مجلات فرنسيه قديمه كانت تواكب البطوله المغربيه من اجل ان تطلع على ارشيف، حتى ترى ان هناك اختلاف في نتيجه مقابله واحده تجدها في صحيفه كانت تصدر انذاك في سواء في السبعينات ولا الثمانينات، تختلف عن نتيجة عن نفس النتيجة تجدها في جريدة فرنسية برقم أو بنتيجة مخالفة لهذا الأمر. هذا يسبب مشكل في توثيق النتائج بالنسبة للفرق، خاصة فريق المغرب الفاسي. نعم، إذا كما قلت تكلمتي على التوثيق، وحنا يعني معك في هذه الحلقة هذه غادي نحاولوا نبداو نوثقوا يعني الأقوى اللحظات خلال هذا الموسم هذا الفريق المغربي الرياضي الفاسي، خصوصا بعد تحقيق نتيجة المرتبة الرابعة خلال الموسم المنصرم. من بعد ذلك كان ربما استقدام مجموعة من اللاعبين، الآن هو في يعني كيحتل المرتبة كذلك الرابعة أو الخامسة إلى حدود هذا الدورة هذه. فبغينا ناخذوا ونوروا المشاهدين وكذلك المستمعين الكرام يعني بأهم الانتقالات ديال اللاعبين، شكون اللي غادر، شكون اللي مازال، شكون اللي بقى، باش نديروا واحد لا ميزاجور مع المشاهدين الفريق المغربي الرياضي الفاسي. أمجد، بالنسبة للماس مع نهاية الموسم الماضي كان نهاية عقود عدد كبير من اللاعبين. نذكر أيمن مجيد الحارس، نعم. أيضا سهيلي الشوك، كومارا، لدينا أيضا سيف الدين بهرة نهاية الإعارة، ديارة، نعم. أيوب الأخضر إضافة إلى الشباب كان نهاية العقد. يعني هذه أبرز الأسماء اللي غادرت فريق المغرب الرياضي الفاسي. التعويض كان بنفس القيمة وأيضا ونفس المراكز وأيضا ممكن أن نقول أن بقيمة مالية كانت أكبر من غادر، نعم. وأيضا منتظر أن من تم التعاقد معهم أن يقدموا أفضل مما كان من اللاعبين الذين غادروا فريق المغرب الفاسي. إذا وليو نذكروا مع أمجد اللاعبين اللي استخدموا فريق المغرب الفاسي. وجود الحارس المحمدي، حارس شهاب، حارسي المرمى. وجود المنيعي في الجهة اليسرى، الجراري في الجهة اليسرى، الضاوي كمدافع أيمن، بمعمر وسط ميدان، سفيان سعدان، الراحولي، الودراسي، سفيان الكزير، البدوي، درفلو. هذه الأسماء اللي تقريبا في حدود 10 ديال اللاعبين اللي تم الاستقطاب ديالهم، انتدبهم المغرب الفاسي. انتدابات بالنسبة للأسماء لو أخذنا كل اسم نجد أن لديه تجربة كبيرة، لديه بإمكانه أن يقدم أشياء كبيرة لفريق المغرب الرياضي الفاسي. هذه التعاقدات
هي التي جعلت في البداية كان عدم الاستفادة من التعاقدات اللي تم الانتداب منها. التعادل مع المغرب التطواني كان مؤسف بالنسبة لي، رغم أن الفريقين في تلك المواجهة كانوا بحال نفس الشيء، عدم تأهيل اللاعبين، لاعبين. لكن كان مع وجود الجمهور وهذا أنه المغرب الفاسي كان بإمكانه أن ينتصر. مع أسفي كان الأداء جيد في الجولة الثانية، كان بالإمكان التعادل، هزيمة الهدف الهدف. يبقى اللقاء النادي السالمي هو اللقاء الذي تسبب في الشرخ بين المكتب المسير والمدرب السابق عبد الحي بن سلطان. هزيمة لم تكن متوقعة، خاصة أنها تزامن المواجهة تزامنت مع وجود اللاعبين الجدد أيضا. أول ظهور ديال اللاعبين كانت أول انتكاسة ديال 7 لاعبين جدد، والهزيمة كانت بهدف أمام النادي السلمي لم تكن مقبولة. بظهور لاعبين كانت أول تقريبا الهزيمة الأولى لبن سلطان بعد سلسلة ديال نتائج ديال التعادلات في داخل فاس. هذا لأنه كان قد انهزم قبلها مع أولمبيك أسفي، والهزيمة هذه أيضا سببت يعني نقول تقريبا أن الجمهور بدأ يفقد الثقة باللاعبين والمجموعة ككل، خاصة نعم. مع الهزيمة مع النادي السلمي الذي هو أصبح عقدة تقريبا ونتمنى باش ما يبقاش عقده، لان كنظن بان هذيك كما كنقولوا غير ضربه خطا في ذيك المباراه، لان الفريق المغربي ديال الفاسي حاول ما امكن كان في امكانه في الشوط الاول ان يسجل هدفين، كانت فرصه لدرفيلو وفرصه الراحولي. نعم. لكن تم كذلك حتى ربما حتى المغرب الفاسي ربما تعرض هذه السنه هذه لظلم التحكيم. كان هنا خاصه في لقاء الدفاع الحسن الجديد، الهدف الذي سجله نبيل مرموق كان هدف صحيح. كان هناك ظلم بالنسبه لفريق المغرب الفاسي في تلك المواجهه. بعد ذلك كانت بعد التعادل مع الدفاع الحسن الجديد جاء الانفصال عن عبد الحي بن سلطان. عبد الحي بن سلطان واسناد المهمه لشكيلات 3 انتصارات متتاليه. البعض يعيب على الاداء بالنسبه للمجموعه، لكن لو نظرنا للارقام فريق مع الاداء تحسن من اولمبيك خربقة الى اتحاد طنجة مرورا بمولودية وجدان. تحدث عن الارقام، سواء ارقام الكرات، تمريرات الصحيحه، التمريرات الخاطئه، النسبه بينهما، نسبه التمريرات الصحيحه اصبحت افضل مع تتالي المقابلات. المحاولات الهجوميه على المرمى ازدادت من لقاء خربقة الى لقاء وجدة الى لقاء طنجة الى لقاء وجدة. هذه الامور تبقى بالجهاز التدريبي يدركها جيدا أن هناك تحسن في الأداء، لكن المهم هو النقاط بالنسبة في هذه المرحلة، خصوصا مرحلة انتقالية كان المفروض المهم هو حصد النقاط. نعم. ونعلم أن القادم أصعب بالنسبة للمغرب الفاسي، اللقاءات القادمة هي الأصعب، يعني هي أول مباشرة بعد المونديال أول اصطدام مع الرجاء. هناك الرجاء، هناك نهضة بركان، هناك ايضا الجيش الملكي، الوداد الرياضي، مع حسنية اكادير، مع الفرق. يعني البطولة عاد غتبدا عند الماس. لذلك كان من المفترض ومن المهم ان يكون هناك حصد النقاط من اجل ان يكون التحضير للمواجهات السبع القادمة افضل. نعم امجد، يعني ربما قبل ما نمروا لواحد الاغنيه اللي هي محبي وانصار فريق المغرب الرياضي الفاسي الى النادي بمناسبه الذكرى 76 للتاسيس ديالو، فقط بغينا نتكلموا على القيمه الماليه ديال اللاعبين ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي، لان دائما لا الاطر التقنيه ولا الرئيس اسماعيل الجامعي ولا كذلك يعني المتتبعين كيقولوا بان فريق المغرب الرياضي الفاسي كيمتلك الان يعني لاعبين في المستوى الكبير على المستوى التقني، ولكن بغينا نعرفوا حتى كذلك على المستوى المالي من خلال الابحاث ديالك وداك الشيء اللي كتعرفوا، الخبايا اللي كتمكن منها امجد، نعرفوا القيمه الحقيقيه ديال اللاعبين. الموسم الماضي كانت قيمة اللاعبين ما يقارب بالدولار 1,700,000 دولار. نعم. قيمة كان فريق المغرب الفاسي. حاليا هذا الموسم القيمة هي ما يقارب 2,600,000 دولار، هي القيمة السوقية للاعبي فريق المغرب الرياضي الفاسي خلال هذا الموسم القادم 2022-2023. نعم. أغلى لاعب
اعتقد درفلو. هو اغلى اعتقد درفلو، درفلو. لان العقود كلها تقريبا متساويه تقريبا بين اللاعبين جدد درفلو، المحمدي، الفقيه. نعم. ترى الارقام متقاربه، لكن كقيمه كامله الفريق حوالي 2 مليون و600 الف دولار. اذا هذا القيمه الماليه ديال لاعبي فريق المغرب الرياضي الفاسي. غادي ربما الان نمروا مع المخرج ديالنا السي جمال دحمان باش نستمعوا جميعا الى اغنيه يلا يا مصاوي. الصلاة على نبينا طه الشفيع فينا، ونضايح الوالد مولاي يدري جينا، ويا المصاوي يا مولد عشق القاوي، ارفع الاعلام وزيد القدام تبلغنا التناوي. الله يا رب الكون والناس خلي فاشلين زيان وتر الله. الله يا رب الكون والناس خلي فاشلين زيان وتر الله. الله يا رب الكون والناس خلي فاشلين زيان وتر الله. الله يا رب الكون والناس خلي فاشلين زيان وتر الله. صوني يا الناس تجي يا الناس يا سريان الدنيا سواليفات. صوني يا الناس تجي يا الناس يا سريان الدنيا سواليفات. صوني يا الناس تجي يا الناس يا سريان الدنيا سواليفات. صوني يا الناس تجي يا الناس يا سريان الدنيا سواليفات. السوق علماء ورجال مقاومة، السوق علماء ورجال مقاومة، القروي شعار ولا يدرس عنوان، القروي شعار ولا يدرس عنوان. ربي عنا مقام، ربي عنا مقام، ربي عنا مقام. أنا الملك فوق مصر عاصمة العلمية، أنا الملك فوق مصر عاصمة العلمية. ولاد الأمجد ولاد الأمجد ثلاثية التاريخية. أنا الملك فوق مصر، أنا الملك فوق مصر عاصمة العلمية، أنا الملك فوق مصر عاصمة العلمية. ولاد الأمجد ولاد الأمجد ثلاثية التاريخية. أنا الملك فوق مصر. يلا يا مصاوي الشع معنا، يلا يا مصاوي اشتم معنا، يلا يا مصاوي الشع معنا، يلا يا مصاوي اشتم معنا. يلا يلا يا مصاوي حضر معنا، الشع معنا اشتم معنا، حضر معنا الشع معنا. اذا كما سمعتوا كانت هذه اغنيه يلا يا مصاوي، واللي كتب الكلمات ديالها السي عبد العالي السجل الماسي، والالحان الاستاذ عبد الرفيع المتوكل، والتوزيع الموسيقي عبد الاله الزاوي، واللي عرفت مشاركه مجموعه من الفنانين سواء في الطائفه العيساويه وكذلك بعض الموسيقيين المرموقين على مدينه فاس. هذه اغنيه مهداه الى السي محمد ونجيب الفلالي رئيس جمعيه محبي فريق المغرب الرياضي الفاسي جمعيه القرويين. شكرا جمال دحمان. كما كتشوفوا معنا فغادي نكملوا الحوار ديالنا مع الاعلامي والصحفي
امجد ابو جد الله اللي كيتواجد معنا باش نتكلموا على الحصيله ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي. اذا كما تكلمنا امجد في الجزء الاول من الحلقه تكلمنا على اللاعبين، القيمه الماليه ديالهم، المغادرين اللي التحقوا بفريق المغرب الرياضي الفاسي عبر التاريخ واللي انت الان يعني مشهد فيه. الحصيله ديال الان ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي الدوره الثامنه بحدود تقريبا 11 نقطه 12 نقطة. واش هي حصيلة جيدة في الزمان اللي عبر تاريخ فريق المغرب الرياضي الفاسي على الأقل 20 سنة اللي مضات؟ خلال ال 20 سنة الماضية احنا نتحدث عن 16 سنة في 16 موسم في القسم الأول المغرب الفاسي. في موسم 2001 2002 المغرب الفاسي تجاوز هذا الرقم. في موسم 2011 2012 تجاوز هذا الرقم. موسم 2012 2013 نعم. مع عيد جودي تجاوز هذا الرقم. هذه ثالث افضل حصيله. والسنه ديال الثلاثيه تقريبا الدوره الثامنه لم يكن المغرب الفاسي لديه نقاط لان ربما كانت المشاركه القاريه في البدايه كانت. الموسم الذي احتل فيه المركز الثاني موسم 2010 2011 المغرب الفاسي كان بفارق 4 نقاط عن أولمبيك خربقة. كان هو متصدر في الجولة الثامنة. نعم. كان لديه 13 نقطة، أولمبيك خربقة 17 نقطة. السنة ديال التتويج سنة 2010 2011. نعم. وموسم 2001 2002 كان المغرب الفاسي تجاوز وصل إلى 15 نقطة. وكان الوداد وحسنية أكادير في الصدارة 17 نقطة. وهذا هو ثالث أفضل موسم للمغرب الفاسي في الجولة الثامنة بحصوله على 12 نقطة. الموسم الماضي كان قد حصل على 11 نقطة بعد 8 جولات. هذا يعتبر الأفضل. المغرب الفاسي حتى في الجولة الثامنة هو ثاني أقوى هجوم في البطولة. نعم. بعد الوداد والجيش 10 أهداف. وسابع أقوى دفاع نعتبره في المركز السابع بتلقيه 8 أهداف. رغم أن الماس هذه السنة هذه ربما على مستوى الدفاع كيشكي شوية، خاصة يعني ربما يمكن واش هذا راجع يعني الاصابات اللي تعرضوا لها يعني لي بيليي ديال الدفاع، اكردوم الرامي يعني اللي كانوا ثوابت ديال الدفاع في فريق المغرب الفاسي. يمكن نقول ان او لا هي تغيير التقني ربما حتى الدفاع ككل. نتحدث عن الجهه اليسرى الجراري لازال لم يصل للمستوى المطلوب منه. نعم. الجراري. بالنسبة للبديل المنيعي كان تعرض لإصابة ثم عاد مجددا ثم تعرض لإصابة والآن هو في جاهزية. من المؤكد أنه بعد المونديال سيكون له دور. يبقى قلب الدفاع الاعتماد على الضاوي. الضاوي ليس كقلب دفاع، الضاوي كمدافع أيمن. حتى وجوده كقلب دفاع في ظلم تقريبا لأنس الضاوي. إصابة الرامي أيضا أثرت. إصابة الودغيري أثرت. يبقى الاعتماد على أكردوم الذي هو أيضا مصاب ونبيل مرموق. يعني تقريبا حتى في الدفاع بالنسبة للنزالات الدفاعية لو قارنا ما كان في الموسم الماضي وهذا الموسم نجد أن المغرب الفاسي من الفرق الضعيفة في النزالات الدفاعية في منطقة المغرب الفاسي خلافا لما كان عليه الموسم الماضي. هذه نقطة يدركها الجهاز التدريبي وعليه أن يشتغل عليها، أن يصلح هذه الأخطاء بعكس الجانب الهجومي. من خلال بعض الإحصائيات اللي تكلمت عليها أمجد واللي ربما ساعات كتبارطاجيها مع المتابعين يعني كاملين، يعني الحصيلة ديال شكالات ثلاثة ديال تقريبا كنظن بأنه هو اللي الآن يتصيد ولا يترأس المدربين اللي قدروا انهم يجيبوا ثلاثه ديال الانتصارات متتاليه في او 9 نقاط في ثلاثه ديال. نعم. هو المدرب المؤقت الذي مدرب كمؤقت. نعم. جاء لتولي تدريب المغرب الفاسي في صفه مؤقته وحصد هذه النقاط. هو الاعلى في النقاط. بعده ياتي بونو ثم شكيب الجيار وعزيز سليماني في 6 نقاط من 4 مباريات اللي كانت موسم 2019 2020 كان. نعم. بعد كاموندي. نعم. اذا امجد غادي نتكلموا
الان على اللاعبين اللي حضروا بشكل كبير في التشكيله ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي خلال هذا الموسم هذا، واللي كان تقريبا ونحاولوا نديروا واحد التقييم باش يشاركوا معنا كذلك المشاهدين ديالنا واللي كيتابعونا عبر الصفحه ديالنا في الفيسبوك راديو بلس تيليفاس. يعني ربما اي ملاحظه عندكم على الحصيله ديال المغرب الفاسي ممكن تبارطاجوها معنا في هذا اللايف المباشر. الاكثر حضور والاقل حضور، نقاط القوه نقاط الضعف عند كل لاعب. أكثر لاعب حضر هو طارق استاتي، هو الأكثر حضورا في دقائق المباريات، إضافة لاعب علي المحمدي. لا لأنه كان هناك زهير العروبي. زهير العروبي نعم في المباريات الأولى نعم صحيح. كيبقى المغرب الفاسي هناك يعني بعض اللاعبين لم يأخذوا أي دقائق كمعمر المنيعي من الأسماء، ولكن من الذين شاركوا أقل لاعب شارك يبقى الذهبي، دقائق معدودة شارك. ياسين الذهبي كان دائما كبديل، هو يبقى أقل لاعب من الذين والوكيل حتى هو كذلك مازال ما شارك شيء. لا ماشي الوكيل اللي تلف لي صلاح شهاب الحارس الثالث لم يشارك. المنيعي لم يشارك، أيضا بوشنا شارك ببعض الدقائق. من لم يشارك فقط قلب الهجوم كوربي شارك. كوربي شارك مع في لقاء اتحاد في لقاء أولمبيك أسيا. شارك الحسن كوربي شارك في تلك المواجهة. إذا بقى معمر والمنيعي هم اللي ما شاركوش. هم لم يشاركوا وأيضا الحارس صلاح شهاب. وبالنسبة لي قلت المغرب الفاسي تبقى القوة في الجانب الهجومي من عدد الفرص الكثيرة التي تتاح، وأيضا صناعة الفرص. بالنسبة للماس 10 أهداف، يبقى الفقيه ب3 هدفين من ضربتي الجزاء وصنع هدف، يعتبر من لاعبين مؤثرين. الجناتي سجل هدف وصنع هدف أيضا هناك البدوي سجل هدف وصنع هدف. هذول من الأسماء التي كان لها دور. البدوي مشروع مهاجم جيد، لكن عليه الاجتهاد أكثر، وعليه أيضا أن لا يصاب بالغرور. تألق في لقاء أولمبيك خربقة. البدوي لاعب الأمل، البدوي الذي جاء من عمل بالقصير نعم. أول تعاقدات لماس كان من السنة الماضية كانت في شهر 5 بناء على توصية من الغريسي الهداف عبد السلام الغريسي أكيد رئيس النادي، كان رئيس نادي بالقصيري. هذا اللاعب مشروع هداف، لكن عليه أن لا يصاب بالغرور، عليه أن يجتهد ويدرك أنه لم يفعل شيء حتى الآن في كرة القدم، وأن ما ينتظره هو الأصعب، وأن حمل قميص فريق المغرب الرياضي الفاسي هو شيء كبير بالنسبه لي. خصوصا ان عنده تقريبا أربعة ديال المهاجمين مع درفلو بالمعاشي الهاشمي. يعني راه صعيب باش تفرض وجودك، يعني راه خصك تجتهد اكثر واكثر. حتى بعد المونديال ستكون عوده، لانه كانت اصابه ايضا لكوربي بعد المشاركه اللي شاركها قصيره. عوده الكوربي من اللاعبين الذين لديهم حس الهداف، ومحظوظ امام الشباك، وستكون له عوده وغير محظوظ مع الاصابه. يسجل اصابات وتسجل عليه اصابات. الاصابه التي تعرض لها امام المغرب التطواني هي التي اثرت عليه. واخا غادي نتكلموا لامجد، ربما احنا الان عرفنا اللاعبين الاكثر حضورا والاقل حضورا مع فريق المغرب الرياضي الفاسي. عرفنا بان الفقيه كنظن هو الهداف الفريق حتى الان، هو ودرفلو هدفين، ولكن بالنسبه للفقيه صنع هدف. نعم، يعني يعتبر شارك في 3 أهداف، سجل هدفين وصنع هدف. واخا غادي ننتقلوا الان للحصيله ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي، التقنيه في المجمل ديالها، يعني خلال هذا الموسم 2022 2023 كي كتشوفها مقارنه مع باقي المواسم؟ بالنسبه حتى ان جدول ترتيب المقابلات التي سيواجهها المغرب الفاسي سيكون يختلف عن ما كان في الموسم الماضي. الان الماس بعد المونديال سيكون هناك البداية الحقيقية للبطولة، لأنه سيواجه فرق قوية وفرق الصف الأول تسعى من أجل تحقيق نتائج إيجابية. وما يختلف أيضا أن المغرب الفاسي هذا الموسم يجب عليه أن يبحث عن مشاركة إفريقية. هذا هو الهدف الأهم. يجب أن يعود المغرب الفاسي
إلى البروز في الواجهة الإفريقية. مهم. والبروز والعودة للواجهة الإفريقية يتطلب أن يحتل مركز ما بين الثالث والرابع ربما الرا- الثالث لأن القرار الجديد. نعم. تغير الاتحاد، تغير، نعم، تغير أكيد. بالنسبة للاتحاد الإفريقي، ربما المركز السادس أو السابع يمنحك المسابقة الإفريقية، لأن الموسم القادم سيكون هناك دوري السوبر الإفريقي، حسم من سيشارك به، مهم. وداد، الرجاء، نهضة بركان، نعم. بناء على التصنيف الإفريقي، الجديد. لأنه لا يعتمد على تصنيف البطولة المحلية، يعتمد على التصنيف التصنيف الإفريقي. الدولي. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا سيمثل المغرب بفريق واحد، فريق واحد هو الذي سيحتل أفضل مركز بعد هاد الثلاثة. بعد هذا الثلاثي، أو إذا ما كان هو هو بطل البطل. أو إذا ما كان هو البطل. نعم. ثم كأس الكونفدرالية الإفريقية، كأس الكونفدرالية الإفريقية سيمثل المغرب بثلاث فرق، مهم. فريقين من الترتيب ثم وبطل حامل كأس العالم. كأس العرش. والجديد في كأس الكونفدرالية أن من يتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية يتأهل السنة الموالية سيتأهل لدوري السوبر السوبر. الإفريقي، مهم. سيكون هو ممثل في الدوري السوبر الإفريقي، ومن يحتل المراكز الأخيرة في الدوري السوبر الإفريقي سيهبط لكأس الكونفدرالية، لأن كأس الكونفدرالية أصبحت هي الثانية، ودوري هي المجموعة الثانية والأخرى المجموعة ودوري الأولى. الأبطال الإفريقية أصبحت في مهم. المستوى الثالث، هذا في التصنيف الجديد للاتحاد الإفريقي. إذن الماس عليه أن يحتل الرابع، الخامس، السادس، سيضمن المشاركة الإفريقية. هذا طبعا في حالة كان تواجد بركان والرجاء والوداد في المراكز الأربعة الأولى. الإقصاء ديال بركان ربما نحلوا القوس ونسدوه. الإقصاء ديال بركان هذه السنة هذه ما غيأثرش على التصنيف لا، لأن هذا التصنيف تصنيف يتبع ديال 5 سنوات سابقة. أخيرا. نعم. و5 سنوات أخيرة بركان لديها 54 نقطة في التصنيف الإفريقي، تعتبر سادس فريق في القارة الإفريقية على مستوى التصنيف، تسبق فريق الرجاء نهضة بركان في التصنيف الإفريقي. نعم. شكرا على المعلومة أمجد. بغيت واحد المعلومة أخرى كذلك اللي بغينا نناقشوها هنا، وهي وحنا كنتكلموا على الكؤوس القارية، هي الكأس العربية. ربما السيد الرئيس في واحد الاستسماعي الجامعي تكلم يمكن في ندوة صحفية على أن المغرب الرياضي الفاسي هذه السنة ممكن تكون عنده مشاركة عربية. واش تأكدت هذه المشاركة ولا مازال ما كاين عليها والو؟ المشاركة العربية، أمين العام الاتحاد العربي في شهر أبريل قال أنه ستكون هناك بطولة العربية الأندية، دوري أبطال العرب سيكون. نعم. في شهر سبتمبر عاد وأكد أن البطولة لم تلغى وستقام بناء على تصنيف الموسم الماضي الذي هو موسم 2021-2022. قمت بالبحث نحن في الرابطة العربية للتوثيق والإحصاء. نعم. كعضو في الرابطة العربية التي هي شريك مع الاتحاد العربي لكرة القدم ولديها شراكة مع الاتحاد العربي. تأكد أن البطولة العربية الأندية دوري أبطال العرب سيستمر ولن يلغى خلال هذا الموسم، لكن إقامته من الأكيد أنها ستكون بعد المونديال كأس العالم، وسيكون توضيح في هذا الأمر. المغرب الفاسي لديه تطمينات رسمية بأنه سيكون أحد الفرق التي ستشارك في كممثل للكرة المغربية في دوري أبطال العرب. نعم. هذه التطمينات رسمية من مصادر رسمية، خاصة أن يعني ربما الفريق أو النادي الاتحاد العربي كيعتمد بشكل كبير على السمعة ديال مجموعة من الأندية الكبيرة، خصوصا الرجاء والوداد، أنهم تيكونوا يعني بدعوة رسمية ومباشرة باش يخوضوا اللقاءات، هو يعتمد وكيفتح المجال للفرق الأخرى باش أنها ممكن تشارك. يعتمد على تصنيف الفريق في البطولة المحلية التي ينتمي لها، وأيضا الجماهيرية. نعم. وحسب التصنيف والجماهيرية فإن المغرب الفاسي هو ثالث أكبر قاعدة جماهيرية في المغرب. تمام. يعني ربما الأول على مستوى الإبداع في هذه السنة هذه. الجمهور يستحق مدرسة في التشجيع. يجب أن نشيد في جمهور المغرب الفاسي وبالأفكار، من يصنع الأفكار لجمهور وللفطال في هذه اللوحات الرائعة التي رسمت. يجب أن نحيي هذا الشخص اللي هو لا أعلم لا أعلم اكيد ان مجموعه ديال الناس، ولكن هي المناسبه شر اننا نباركوا للسي نجيب الطاهري. نعم. زاد له مولود جديد. نعم. نقول له ألف مبروك الله ان شاء الله يتربى في عزكم والله يكمل عليكم بالخير ان شاء الله باذن الله. هذه ربما الفرصه نعم. كذلك نجيب الطاهري بين المحركين ديال الجمهور. نعم. والناس اللي كيوقفون بين يعني المؤطرين كذلك للجمهور، بحيث انه يعني كيحاول ما امكن اضافه لمجموعه ديال الاشخاص، وكاين مجموعه ديال جنود الخفاء بكل صراحه اللي ما كنعرفوش كما قال السي وانا أمجد اقول اللي كيسهروا. نعم.
الاشخاص اللي يصنعون، من المؤكد ان هناك ناس وراء من الفرقه اللي كيعطيو الفكره، اللي كيبدعوا من الناحيه ديال اختيار حتى الموضوع والطريقه ديال التقطيع ديال التيفو. وكذلك كاين هناك ناس اللي كيسهروا، وهذا هو الاهم امجد، اللي كيسهروا على التاطير ديال الجماهير، بحيث انك كتحس بهم، باش انه فاش يقول له راه ما كاينش الشغب، ما كاينش الشغب، وقفوا هنا وقفوا هنا، من يعني ربما ما ندخلوش في ملاجات مع الامن، ما كيدخلوش ملاجات مع الامن. يعني هادو الناس فتحيه لهم كبيره، واللي اكيد انهم كيستمعونا وكيتابعونا، تحيه لكم كبيره، لانكم فعلا تؤطرون الجمهور ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي. ودائما كنقولها بانكم رجعتوا الثقه، ورجعتوا الثقه ديال الجماهير الاخرى، ماشي جمهور الفاطر، ولكن الجمهور ديال الماس اللي كان ربما كان كيكتفي باش انه يتفرج فقط في المغرب الفاسي عبر التلفاز مخافه الشغب. ان الان ولاو العائلات كيرجعوا وكيتفرجوا. العائلات نعم كيرجعوا العائلات، والجمهور اصبح عنده الثقه في الذهاب للملعب. نعم اكيد الجمهور وهذا الحمد لله. وكانه احتفال، كانه عيد في كل يوم. كل اسبوع يكون في المغرب الفاسي يستضيف في اللقاء، كانه يوم عيد والكل يستعد للحضور. واخا قبل لا ندوزوا تقريبا الاحصاء ديال الجماهير اللي دخلت اللي اتتات الفضاء ديال المركب الرياضي فاس، وخصوصا على مستوى فريق المغرب الرياضي الفاسي، بغينا شي خبر على الملعب. سمعنا بان غيتوقف شهرين من اجل اصلاح الارضيه، والشهرين فقط كافيه لاصلاح الارضيه، وغيكون هناك الاصلاح حتى ديال الجنبات ديال الملعب والمرافق ديالو اللي بالنسبه المعلومه اللي عندي من رئيس من مدير المركب، قال انه سيكون هناك اغلاق بعد توقف البطوله لاصلاح ارضيه الملعب فقط، واعاده كسو الملعب ارضيه الملعب، واصلاح بعض الامور في مستودعات الملابس. أما بالنسبة للوحة الإلكترونية أو أمور أخرى وهذه، فهذا الأمر لن يكون في فترة التوقف الحالية. قد يكون في فترة التوقف التي ستكون إذا ما نظم المغرب كأس إفريقيا 2025، وإذا ما وضع مركب فاس في ضمن اللائحة، فإنه سيتم الإغلاق من أجل إعادة الإصلاح وإعادة التأهيل حسب ما اللوائح التي مفروضة من الاتحاد الافريقي. ولكن كنظن بان امجد اللوائح الاشهاريه وربما اعداد المرافق الصحيه، فكنظن بان ما كنتسناوش حتى يتم اختيار ملعب فاس باش يكون ضمن الملاعب اللي غتخدم كاس افريقيا. خطا منذ البدايه، نعم. منذ بدايه الاصلاح كان هذا خطا، يعني من اجل ان توفر للمشجع ظروف. راه احنا فاس كنبغيو نشوفوا دوك اللوائح كيدوروا قدامنا ونشوفوهم. حتى المرافق الصحيه بالنسبه للجمهور مشكل كبير، ويعاني جمهور الماس. راه ماشي فقط راه حتى في المنصه الشرفيه ولا يعني التريبين كما كنقولوا، راه ما كاينش مرافق صحيه اللي هي في المستوى. يعاني الجمهور من هذا الامر، وهذا الامر يعود للشركه المشرفه على التسيير، وايضا لامور خاصه في الوزاره. اما بالنسبه لفريق المغرب الفاسي كنا كنتسناو الشركه باش انها تحسن الخدمات ساعه ما قدمت او مسؤولي الماس، لا علاقه لهم بهذا الامر. نعم. اذا قبل نكملوا على الجماهير، بعض المعطيات خاصه بالجماهير، العدد تقريبا الاجمالي اللي دخل واكب مباريات فريق المغرب الرياضي الفاسي. كنعرفوا بان كاين هناك ارقام اللي كتقدمها الاداره ديال الماس اللي هي عدد المبيعات، ولكن احنا كنشوفوا دائما بان فريق كان اكثر من 30,000. وعندما تقول ان هناك 100,000 يأتون، وحتى في أوقات كانت غير ملائمة، سواء مع 8:30 أو مع 4 كان في لقاء النادي السلمي. ترى مدى الحب ومدى العشق لجمهور مدينة فاس لفريق المغرب الرياضي الفاسي. لكن الأرقام الرسمية تتحدث عن تقريبا ما بين 30 ل 35,000 هم من حضروا، هم من أدوا ثمن التذكرة، مثل ما كان الحال في اللقاء الأخير أمام مولودية وجدة، حوالي 9,000، ما بين 8,500 ل 9,000 شخص أدوا التذكرة. هذا القراء، هذا الكلام الرسمي لفريق المغرب الرياضي الفاسي. فاش كنشوفوا هذا اذا الخلل تخصنا نبحثوا على الخلل، فعلا كنبغيو الجمهور يكون لا يمكن ان كنظن بان التجهيز ديال الملعب تيخصو يكون ملعب تجهيز باش يولي بحال ديال الرباط او الدار البيضاء، باش ممكن ان يعني يتم التحكم بشكل كبير في الناس اللي كيدخلوا، ولا في المشجعين اللي كيدخلوا اللي يخلصوا وقته يدخل يحضر وينعش الخزينه ديال الفريق
باش ربما نكملوا وارتحنا فعلا تكون عندنا ديك القوه ديال ان الجمهور كيأدي ثمن التذكره وكيطلع من الميزانيه ديال الفريق ديالو. واخا امجد باش ما يتقلقوش علينا الوفويين نتكلموا شويه على وداد فاس. وداد فاس هذه السنه هذه جدد الجيل ديالو كاملا انطلاقا من المكتب الى الاداره التقنيه الى اللاعبين. تماما. 14 لاعب اضافه الى المكتب واضافه الى المدرب عبد الرحيم مشكيلت والجهاز التدريبي باكمله. الواف مشاكل ماليه هي التي تؤثر على الفريق او ضعف السيوله الماليه لدى الوداد الرياضي الفاسي، رغم ان بالنسبه للانتدابات وايضا بالنسبه للعقود والاجر الشهريه تبقى قليلا مقارنه مع فرق اخرى في القسم الثاني. الوداد الرياضي الفاسي استغنى عن عدد كبير من اللاعبين مؤثرين، شاكور، مجربين، البركه، الحارس الحويزي. هذه اسماء كانت تشكل عماد فريق الوداد الرياضي الفاسي، كانت في الفتره التي كان قريبا من الصعود للقسم الاول. والفريق الذي نجا من الهبوط في اخر لقاء في الموسم الماضي تعاقد مع عزيز سليماني، انتدابات ركزت على الجانب الهجومي اغفلت الجانب الدفاعي. الارقام تعطينا هذا الامر، اقوى هجوم من اقوى هجوم، ثاني اقوى هجوم في البطوله، اضافه الى اضعف دفاع في البطوله. انتدبت 3 حراس منهم حارس جزائري غادر الفريق، لم يعد الان مع الفريق، تبقى حارسين اجداي وعقا. تعاقد مع عدد كبير من المهاجمين، معد قباس، حمزه ياجور، تعاقد ايضا مع زهير الدين. كيسولوا الناس حمزه ياجور واش هو الاخ ديال ابن عم محسن ياجور. نعم ابن عم محسن ياجور. بدأ في التألق في اللقاءات الأخيرة، سجل هدفين حمزة ياجور. ولكن نفس بشكل كبير ياسين الزراع. ياسين الزراع هو هداف، لكن مشكلة الزراع أنه يبحث الآن عن الهدف، فضاع تفكيره حاليا أنه يريد أن يسجل الأهداف، فتجد أنه متوتر، تضيع منه فرص أخيرة، وضيع ضربة جزاء في آخر لقاء سددها بعصبية، الكرة ارتطمت في القائم. ياسين الأزرع من الناس ومن اللاعبين الذين لديهم مستقبل كبير. اكتشاف عبد الرحيم مشكيلت، هداف الفريق في الموسم الاول، هداف الفريق في الموسم الثاني، والان هو هداف الفريق رفقه سليمان. سبحان الله كيسجل الاهداف يعني بطريقه جميله جدا، هو هداف بالفطره. هدف رائع كان في مرمى شباب اطلس خنيفره، ضربه الخطا في الزاويه 90 كانت. ينافسه سليمان قروق، احد الانتدابات الممتازه والبديل المؤثر في صفوف الوداد الرياضي الفاسي. 4 أهداف يعني فما كيدخل كيحرك الهجوم بشكل كبير دائما. سليمان قروق. الواف يجب عليه الآن تعزيز صفوفه في الجانب الدفاعي. انتدب فقط مدافع نوفل بن عياد، لا وجود لبديل لا لنوفل ولا لأيوب الوهاج. في الجهة اليسرى لدينا زرقان وخافي. في الجهة اليمنى لدينا الطيبي، هذا اللاعب مدافع أيمن جيد المستوى، لا يوجد لديه مربول هو البديل لديه. عدا ذلك إذا ما أصيب أو توقف مثل الماتش القادم غدا لن يلعب خافي، لديه 4 بطاقات صفراء. سيتم الاعتماد على زرقان الذي غاب عن التنافسية منذ مدة طويلة. ياسين الأزرع سيغيب غدا عن اللقاء، لديه 4 بطاقات صفراء. هذا سيشكل إشكال للمدرب شكيب جيار غدا في الجانب الأيسر، الدفاع الأيسر، وأيضا في قلب الهجوم. لكن الواف عموما 11 نقطة من 9 لقاءات، شيء جيد بالنسبة للوداد الرياضي الفاسي. كذلك شكيب جيار تقريبا 7 نقاط في 7 نقاط للجيار في 3 المباريات مزيانة. 7 نقاط، وأيضا 4 نقاط للخرازي و0 نقطة عزيز سليماني، 11 نقطة للفريق. الواف الهدف واضح، هو البقاء وبناء فريق تنافسي في القسم الأول، وأن يكون فريق تكوين. هذا هو الهدف ما قاله منعم حجوج رئيس الفريق. فعلا في البرنامج كان هنا وتكلم على الهدف عند الوداد الفاسي الآن هو التكوين والتكوين والتكوين، تكوين وبيع اللاعبين، وأن يبقى الفريق في القسم الثاني. هذا هو الهدف
للوداد الرياضي الفاسي خلال هذه تخص يكونوا مأمنين بها يعني من الجماهير الوفويه. ده حتى جماهير الوف بدأت تقتنع. تلعب يعني الوداد الرياضي الفاسي يضمن البقاء ديالو بشكل كبير مريح، ما يتعذبوش كاملين، ربما لان ما نبغيوش حنا كاعلاميين ان فريق الوداد الفاسي ينزل القسم الموالي، بالعكس نبغيوه يكون في القسم الوطني الثاني، كينشط البطوله بشكل كبير، كيكون لاعبين، وبالتالي ممكن انه يدير المفاجاه ويوصل نهايه كاس العرش كما موسم 2017 2018. وهناك حاليا بعض لاعبي الواف اصبحوا مطلوبين لفرق في القسم الاول. تحدث عن حموش لاعب وسط الميدان. نعم. ياسين الازرع ايضا من اللاعبين المطلوبين. نعم. والسن ديالو صغير 23 سنه، ممكن يحالفوا الحظ يكون في كتيبه ديال حموش 20 سنه. نعم. او 21 سنه. حماموش المهاجم الايسر. نعم. ايضا من اللاعبين الجيدين في الوداد الرياضي الفاسي، مطلوب لفرق في القسم الاول. هدف الواف واضح، ومقتنع المكتب مع الجمهور بان الواف فريق تكوين يجب ان لا يتعذب في القسم الثاني، ويجب ان يدبر اموره الماديه من خلال تكوين اللاعبين وبيعهم لفرق اخرى. نعم. في اطار التكوين ربما السي امجد نعرجوا على اليوم الاربعاء او يوم الاثنين الماضي اظن، على ان السي عبد الملك ابرون عضو الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اشرف مع رفقه السيد اسماعيل الجميع على افتتاح الملعب الرئيسي للمدرسه المغرب الرياضي الفاسي. نعم، ملعب مدرسه الفريق فرصه من اجل ان تكون لقاءات الفريق في ملعب بأرضية جيدة، أن لا يتعذب في ملعب السعديين، وخطوة جيدة أن المغرب الفاسي يكون لديه ملعب مكسو بعشب اصطناعي من الجيل الجديد. أيضا سيكون هناك مرافق أخرى ستبنى في المدرسة من أجل أن تكون هناك موارد مالية للفريق وأيضا لمدرسة الفريق. فئات الماس شاهدنا تبديل في أطقم التدريب، وجود عمر حاسي في بديل افتتاح الغياتي كمدرب لفريق الأمل، وجود المساسي في فئة 15 سنة، زرزاري. يعني التغييرات اللي جا بها المدير التقني. نعم، ديفيد بولونجي هو من أشرف على ذلك. أيضا وجود فريق الكرة النسوية الذي هو الهدف خلال هذا الموسم هو الصعود للقسم الثاني. نعلم أن حتى إذا ما أراد المغرب الفاسي أن يشارك في دوري السوبر الأفريقي كمستوى بعيد، يجب عليه أن يكون لديه فريق نسوي في القسم الاحترافي الأول أو الثاني. نعم. إذا ولات ضرورة ملحة ديال أن فريق المغرب الرياضي الفاسي يكون عنده فريق ديال الإناث. دائما حنا كنتكلموا على تكوين أمجد، لأن هذه أمور اللي ربما خصنا نشغلوها ولا نشيلوا لها والناس تعرفها بشكل كبير. هو أن لا الواف ولا الماس ربما بكل صراحة الآن الملاعب السعديين غير كافية باش أنهم ينتجوا لنا لاعبين في المستوى الكبير كينتميوا لهذه الفرق. تمام. أنا قلت لك قبل قليل أن افتتاح ملعب مدرسة الماس هو من أجل أن يرتاح الفريق من العذاب في ملعب السعديين. أيضا حاليا إذا ما كتب لمركز التكوين نعم أن الإنشاء والافتتاح سيكون هذا حلم كبير، وسيفيد الكرة في مدينة فاس بشكل كبير، وسيجعلنا نرى مواهب للكرة الفاسية للمغرب الفاسي. أيضا مركز التكوين سيكون لفريق الوداد الرياضي الفاسي، هناك أيضا بقعة أرضية سيقتنيها الفريق من أجل إنشاء مركز تكوين. وجود الملاعب هو البداية من أجل أن تستخرج لاعب محترف أو لاعب لديه مؤهلات يبرزها في هذه الملاعب. الغريب في الأمر أمجد هو أن تقريبا ملاعب السعديين هذه سنوات، وأنا كنعرف ملاعب السعديين تقريبا أكثر من 40 سنة، وملاعب السعديين ولا أكثر يعني، ولكن لحد الآن ولا بولا وحدة شاعله يعني بالليل ممكن ما فيش اناره ليليه. الاناره الليليه هذا شيء غريب. حتى الملعب الرئيسي اللي هو رقم 5 أو 6 اللي هو معروف يعني اللي ممكن ان تقام فيه مباريات ليليه ما كايناش. حتى المضمار ديال الالعاب القوى اللي نسبيا كيفكروا باش انه يديروا له الاناره الليليه مازال ما استطاعش، مع العلم بان الجماعه ولا المسؤولين على الملاعب السعديين خصهم يفكروا في هذا الجانب هذا. ملاعب معشوشه اصطناعيا ممكن حتى في اطار يعني البحث نخففوا، لان كاين الهدر المدرسي وكيشكو مجموعه ديال
ديال الفرق في هذا الجانب هذا. على الاقل الى جهزنا ملاعب التعليم بالاناره، غنعطيو فرصه للوليدات ديال انهم يتدربوا بالنهار ويتدربوا بالليل. راه صراحه هذا كيحس في نفسي انني كنشوف لان الفرق خصوصا فرق الهواة كيتعذبوا مع الوليدات بالنهار، يعني في درجه حراره يعني قاصحه، خصوصا الله يرحمنا بالشتاء في هذا اليوم هذا كيتعذبوا مع الوليدات. ومع العلم بان بامكاننا نخفوا على هذا يعني كاع الفرق ديال الهواة ولا الانديه ديال الباص ولا ديال الوف، ونوفروا الاناره باش ممكن يتمرنوا اللاعبين بالليل. هذه رساله للمسؤولين المدينه من اجل تعجيل يعني بتوفير لان الرياضه الإنارة. هي قوه ناعمه معروفه. الرياضه بالنسبه للشباب بالنسبه للاطفال وحتى استثمار حتى من الجانب الاستثماري راه ممكن اصبحت يستافدوا قوه منها. اقتصاديه. نعم. الرياضه يعني ممكن هنا حتى كما قلتي امجد، يعني القوه الناعمه والقوه الاقتصاديه ممكن حتى راه مجموعه ديال الناس كيمشيو يمكن الاكاديميات خاصه كيمشيو وكيديو الثمن باش انه ممكن يلعبوا يعني ويمارسوا رياضه كره القدم. فبالتالي علاش ما يمكنش يعني نوفروا الاناره الملاعب السعدين، وبالتالي راه ممكن هي هذوك المداخل الاضافيه الليليه راه هي تخلص ذاك البروجي ديال الاناره اللي غادي يكون في ملاعب السعديين. واخا امجد ربما الوقت كياخذنا بشكل كبير، ويعني ومازال قدامنا اننا بغينا نتكلموا على اللائحه اللي اختارها السي وليد الركراكي للمشاركه في المونديال قطر 2022. كيشتي اللائحه انا اعتقد ان عليها اجماع كبير من جميع المتتبعين. من استحق تم استدعائه للمنتخب. نتمنى ان تكون هذه اللائحه تعطينا منتخب متجانس يذكرنا بما كان عام 98، ولكن يحقق نتائج افضل مما كان ان يتاهل للدور الثاني مثل ما كان في 98 مع هنري ميشيل. كنعقل على 86 حتى 86 ربما انا قلت على 98 لان الاقرب كانت. نعم. كان الاداء انا صدقني ربما المنتخب ديال 98 شأنه شأن المنتخب ديال 2018 ابدع امتع، ولكن ما قدرش انه يجتاز الدور الثاني. حتى منتخب 94 امجد كان قوي جدا، وربما هما النواه الحقيقيه ديال المنتخب ديال 98 هو المنتخب ديال المرحوم عبد الله بليندا، واللي تقريبا كان الاغلبيه ديالو من اللاعبين المحليين. وهنا بغيت نتكلم انا وياك في فتح القوس، هو ان المنتخب ديال 2022 تقريبا 11 لاعب كلهم تقريبا اما خريجي البطوله الوطنيه او اكاديميه محمد السادس لكره القدم. تماما. هذا او جاوروا البطوله الاحترافيه، وكانوا في الفتره في الصغر كانوا نتحدث عن التقناوتي، نتحدث عن نصيري، نتحدث عن حمد الله، وناحي بونو، نايف اكرد. نعم. نايف اكرد، اشرف داري، بدر الله، يحيى عطيه الله، يحيى جبران. يعني هذو كلهم تقريبا من خلال الاحصاء اللي درنا يوم امس لقينا بان 11 لاعب كلهم ابناء يعني اللي تكونوا في المدارس الكرويه، والحمد لله انهم احترفوا. وهذا هو اللي تيخص فعلا يطمح ليه اي واحد. رجعوا اللي كيهمنا الان هو المدرسه الفاسيه والبصويه والعلاقه ديالها في المنتخب. نصيري التقناوتي. نصيري انا نعم. بالنسبه لي نصيري مهاجم مظلوم اعلاميا. الارقام التي يحققها نصيري احتاج البعض لعشرات السنوات من اجل ان يصل الى ربع ما حققه من ارقام نصيري. قريبا سيكون الهداف التاريخي للمنتخب. نصيري هو الهداف التاريخي للاعبين المغاربه في دوري ابطال اوروبا. نصيري يلعب لفريق كبير من الهدافين، ثاني اكبر هداف، ثاني اعلى رصيد من الهدافين بالنسبه للاعبين المغاربه في الدوري الاسباني، وهو لا زال صغير العمر وامامه وقت كبير من اجل ان يحطم هذا الرقم. واتمنى صراحه نصيري ان يكون ان يسجل هدف في المونديال القادم، من اجل ان يكون اللاعب الوحيد الذي سجل في مونديالين، كما كان هو اللاعب الوحيد الذي سجل للمغرب في 3 دورات افريقيه متتاليه. ونتمنى باش ان نصيري فعلا بشي ضربه راسيه، بشي مطرقه راسيه يسجل الهدف على كرواتيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فقط نصيري اللي كنتمناه، احنا ربما كنعرف بان مجموعه ديال
ديال الناس كيتنمروا على النصيري. نعم. والنصيري للاسف ربما خصنا نفهموا بان الا بغينا ندعموا اي لاعب وبغينا نوصلوا ان اي لاعب ممكن انه يسجل، خصنا ندعموه. ما يمكنش الثقه ديال المدرب هو كيعطيه الثقه، وحنا كجمهور ولا كاعلام كنقزموا من القيمه ديال اللاعبين، بغض النظر على انه ابن فاس ولا ولد بن دباب ولا ولد واد فاس ولا ولد فريق المغرب الرياضي الفاسي، ولكن هو لاعب مغربي كيحمل القميص المنتخب الوطني المغربي. لكن صراحه النصيري نعم. حتى نعطيه حقه هو من اللاعبين القلائل الذين جاوروا الماس، رغم انه لم يلعب للفريق الاول، لعب فقط في الفئات الصغرى، لكن دائما ما يكون حاضرا في تدريبات الماس، خلافا الفاس. نعم. او ان يضع كلمه عن المغرب الفاسي، خلافا لبعض اللاعبين الذين لعبوا في الماس وكانوا في الماس ولعبوا لسنوات تذكروا لي الماس وغادروا الى اوروبا او الى الخليج وعادوا الى فاس، وعندما يكون هناك تدريب للمغرب الفاسي ما كتجيش الدعم ديالهم، ما كتلقاوش كيدعموا فريق المغرب الرياضي الفاسي فعلا. وهذه نقطه اللي هي ربما تحسب ليوسف النصيري. يوسف النصيري اللي كنتمناه هو فعلا يشتغل على راسه اكثر، والجمهور يثق فيه، لان هذا اللاعب هذا تقريبا صغير في السن 23 24 سنه، مازال تقريبا 6 سنين او 7 سنين اخرى ممكن يحققها ويحقق القاب رفقه المنتخب الوطني. الاسم الثاني اللي عندنا رضا التكناوتي. من رضا التكناوتي هو مصاوي الاب. نعم. ولكن ودادي الام. كان ايضا هناك الاسماء التي كان مرشح ان تكون، كان انس زنيتي المحمدي ايضا كان يطمح الى ان يكون في هذه اللائحه. نتمنى التوفيق رغم اننا بغينا نتكلموا زعما راه تابعوا راه باهم وراهم فاسيين من فاس. يعني الحضور ديالنا ديال فاس راه كاين يعني. وباش نرجعوا للتاريخ، ربما مجموعه من الاسماء المصاويه اللي اتت المنتخبات الوطنيه خصوصا في المونديال. نعم. كنظن عبد الفتاح الغياتي، عزيز سليماني في الموسم سنه 1986، وكيبقى الحارس المرحوم حميد الهزاز، اضافه لمجموعه من اللاعبين اللي كانوا في مونديال المكسيك 1970 عفوا، في مونديال المكسيك 98 ما كان ولا لاعب. 98 لا 98 لا ما كانش لا. ما استحضرتش شيء يمكن كانوا اغلبهم من المحترفين في 98، ولكن كلهم كانوا ابناء، يعني كلهم كانوا خرجوا من البطوله الوطنيه. كلهم خرجوا من البطوله الوطنيه. كان الخليج من الكوكب، كان كاباتشو مكناس. نعم. بالزكريم كان في المونديال ومن بعد ولا رجع للمغرب الرياضي الفاسي. اذا باش كانت تقريبا هذه هي اللائحه اللي تكلم عليها وليد الركراكي، واللي كنتمناو لتشكيله المنتخب الوطني باش انها تحقق نتائج طيبه خلال هذا المونديال، مونديال قطر 2022. امجد كلمه اخيره في هذا، يعني ربما احنا سالينا في حاصله ديال الماس، ومن بعد الكلمه الاخيره الخاصه بالمنتخب. نتمنى في البدايه التوفيق اللي على الصعيد المحلي الماس، ونتمنى غدا الواف التوفيق. ما كاينش شي جديد عند الماس؟ بلاتي ان الناس هنا كيسولوا شنو هو الجديد ديال الماس. جديد الماس بالنسبه للمدرب شكلات مؤكد انه سيكون عبد الرحيم، يعني غادي يتم التثبيت ديال شكلات كمدرب. هذا هو الاتجاه، حتى ان البلاغ الذي كان في الصفحه الرسميه ان لا صحه للتخلي عن شكلت هو دليل ان شكلت هو الذي سيكون. باش نقضيو على الاشاعات، شي يقولوا بان شكليت ربما الرخصه ديالو ما كتيحلوش باش انه يشرف على فريق المغرب الرياضي الفاسي. لا، لديه الرخصه، لديه الرخصه من الجامعه موسم 2022 كمدرب للبطوله الاحترافيه، خصوصا انه اجتاز تدريب والان هو مرشح الابرو، وسيبدا في شهر ديسمبر. نعم، سيبداوا في شهر ديسمبر رفقه شكيب جيار ومنقاد كنظن جبران. لا، اسم رابع ضام من اسمه. ماشي منقاد وشكيب وشكيلت، ولديه الرخصه. لا يوجد هذول اللي عندهم الادب الان ممكن يجتازوا. لا يوجد اشكال قانوني في تولي شكيلت، والتوجه ان يكون شكيلت هو المدرب الرسمي. اذا كل الدعم لابن الفريق عبد الرحيم شكيلت والطاقم التقني ديالو. قلت نتمنى التوفيق للواف غدا في اللقاء، لن يكون سهل امام شباب المسيره. لقاء معروف انه دائما ما يكون
الندية. إشكال كبير للواف مع شباب المسيرة، كما هو إشكال للمسيرة مع الواف كان وراء هبوط المسيرة من القسم الأول للثاني، ومن الثاني الهوات. نعم. ولكن غير محظوظ الواف في العيون. نتمنى أن تكون بعد المونديال بداية موفقة للمغرب الفاسي، سيبدأ التدريبات يوم الأربعاء القادم. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله، والدعم الكبير والد للركراكي، وأن تكون هناك أفراح في الشارع المغربي، وأن نستمتع في المونديال ان شاء الله باذن الله. امجد، يعني ربما كانت هذه هي الحاصله ديال فرق مدينه فاس. ربما عندك شيء على الهوات، الانديه الهوات؟ بالنسبة للفرق القسم الوطني هوات. القسم الوطني هو قسم احترافي مصغر، وجود الكوكب، وجود النادي قنيطري، وجود النادي المكناسي. هذا التنافس سيكون ايضا تزنيت. هذا الفرق، غياب الانديه الفاسيه على القسم الوطني الاول هوات للاسف، حتى ان القسم الثاني هوات ما فيش غياب، والقسم الاول هوات فقط وجود الوفاء الرياضي الفاسي هو الفريق الوحيد المتواجد في الهوات. علمت أيضا أن الفريق الكواكب الذي كان الموسم الماضي سقط لفرق العصبة، حتى أنه قدم اعتذار في الأسبوع الأول من لقاءات العصبة. فريق الكواكب كان قريب من الصعود للقسم الأول في بعض القسم الأول هو في بعض المواسم. نتمنى أن نشاهد أكثر من فريق في القسم الثاني من مدينة فاس، وأن نشاهد أيضا فرق في القسم الهوات، لأن مدينة فاس تستحق الأفضل رياضيا. فعلا أمجد، في مدينة فاس كتستحق الأفضل خصوصا كرويا. كنتمنى باش العودة السريعة لأندية قسم الهوات وأندية العصبة، واللي هي ما أكثرها، يعني في 77 فريق في 77 فريق ولا فريق في، والصعود سيكون لفريق واحد. هذا هو الغريب. وان شاء الله اكيد اننا غادي نستقبلوا مستقبلا يعني رئيس عصبه فاس مكناس لكره القدم، باش نتكلموا على الوضعيه ديال انديه الجهه في البطوله الوطنيه والعصبه الوطنيه الاحترافيه للهوات. صح هذاك العصبه الاحترافيه للهوات، العصبه الوطنيه للهوات، وكيفيه يعني باش ان الفرق ديال الجهه ياخذوا بلاصتهم ضمن هذه الانديه شانها شان باقي الانديه الوطنيه. ما سخيناش بكم اكيد المشاهدين والمتابعين ديالنا، يعني الحلقه الشيقه مع السي امجد ابو جد الله. تحيات جمال دحمان في الاخراج والبث الرقمي والاذاعي. هذه تحيات عبد العزيز العلوي الصوصي يحييكم، الى اللقاء. الكل كينتظر تتويج، كل فرقه باغا تطلع للبوديوم، وفي البوديوم تيبان المنتصر الحقيقي. اما البوديوم الرياضي كتطلع الحقيقه وكتكتشف الاسرار اللي كتغيب على المتفرجين. البوديوم الرياضي انتظرونا كل اثنين وجمعه ابتداء من 5 مساء على راديو بلوس.